كانت قضية مبروك زايد وحالة الطرد التي تعرض لها من الحكم فهد العريني في مباراة الاتحاد والفيصلي قضية شائكة. هناك كان جدل كبير بالرغم من وجود عدد كبير من الكاميرات في ملعب المباراة، لم يستطع أحد أن يلتقط ما هي القصة. استطعنا الحصول من كاميرا خاصة هذه اللقطات بواسطة كاميرا أحد الهواة لما حدث في أرض الملعب. نشاهد أمامنا هذه اللقطة التي تم تصويرها بكاميرا من أحد الهواة في ملعب نادي الاتحاد. نشاهد هذه الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. غرم معي أنت طبعا تشاهدها. نبغى نشوف مبروك زايد انطرد ليه، يعني أكيد في حاجة. هذه الكاميرا مثبتة الآن على منطقة ال18. هنا حكم المباراة يشير إلى انتهاء المباراة. نشوف معنا مبروك زايد في أقصى اليمين، في أقصى اليمين سلم على اللاعب حق الفيصلي، سلم على زملائه، أشار له البطاقة الحمراء. إيش اللي حصل؟ هذا اللي حصل أمامنا. غرم عندك تعليق؟ ماذا رأيت؟ والله طبعا أنا شايف المسافة كانت بعيدة بين الحكم وبين اللاعب، إلا إذا هذه أمامنا مرة ثانية بإعادة. إيه بعد ما صفر حكم نهاية المباراة كان في مسافة كبيرة بين الكابتن مبروك والحكم. إذا كان هناك كان في تلفظ من اللاعب وصوت عالي صراحة، يعني هذا المبرر الوحيد اللي ممكن يكون الحكم كتبه في تقريره، يعني ما عنده سبب آخر يعني. أبدا ما في أي شيء. يعني لو قال اعتداء على الخصم مش صحيح. حتى لو تلاحظ الكابتن مبروك شايفه مسلم على لاعب الفيصلي بالضبط. هو يعني ما اعتقد انه حتى نرفزه ما كان منرفز يعني صعب انك تسلم على واحد وتشتم الحكم. اي نعم صح. يعني نشوف اللقطة. صفر حكم المباراة. هذا مبروك في أقصى اليمين. حتى مبروك يتكلم مع زميله. مبروك يتكلم مع زميله هناك. أعطاه كرت أحمر. وفي نفس الوقت ما أتوقع أنه حتى الحكم يروح يدي لاعب كرت أحمر بدون سبب، لكن هذا اللي نجهله احنا في الاستثناء. ايوه يعني هذه تحتاج يمكن توضيح. يعني اللي امامنا، الصوره اللي امامنا تقول ما في حاجه. خاصة مبروك زايد بكل أمانة اللاعب معروف بأخلاقياته، وإذا كان تصرف غير فأتوقع أنه تصرف غير صحيح لو كان تلفظ على الحكم. الفريق الاتحاد مو ناقص الوضع اللي صاير له، النتائج اللي جالسة تصير الآن. أعتقد كابتن كبير زي الكابتن مبروك المفروض أنه يعني المفروض أنه أعتقد أنه المفروض أنه يكون ماخذ باله من الحاجات هذه، بحيث أنه عشان لا يخسر الفريق المرحلة القادمة.